بحبك يا شوشي. بحبك يا شوشي. بحبك يا شوشي. بحبك يا كابتن احمد الشوشي. 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 بحبك يا شوشي قوي بقى. بحبك يا شوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده احنا في المحله الكبرى على ملعب الاخلاص. طبعا رحله جديده لانتقاء المواهب زي ما وعدناكم. هاشتاج بنحارب الاستثمار. انا عايز دعمكم معانا وعايزكم تدعمونا عشان ان شاء الله كل يوم هنكون في محافظه جديده لانتقاء موهبه جديده. معانا الكابتن احمد عصام الشوشي رئيس القطاع ورئيس الشركه، معانا الكابتن ضياء، معانا الكابتن كواشي، معانا الكابتن عبد الرحمن جمال، معانا الكابتن هبه. طبعا مجموعه كل يوم هنكون في محافظه شكل لانتقاء موهبه جديده بشكل جديد. انتظرونا في محافظه جديده. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده من داخل اكاديميه كره القدم بالمحله. النهارده معانا نجوم المستقبل، اجيال بكره، اللاعبين اللي بجد اللي عايزين يجتهدوا عشان يوصلوا لحلمهم. النهارده شركه الكابتن احمد الشوشي جاي مخصوص من اسكندريه للمحله عشان يطمن بس على اللعيبه بتوعه. خلونا نتعرف باولياء الامور ونشوف ارائهم ونتعرف برضه على بعض اللعيبه. ابقوا معنا. خلونا نرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي محمد مسعد آد. ابن اللاعب اياد. مواليد كام ابن حضرتك؟ 2010. ايه المستوى الفني بتاعه دلوقتي حاليا وهو في شركه الشوشي؟ والله يعني هو يعني في تحسن. في تحسن؟ في تحسن بسيط ولا ياما؟ يعني نقول 80%. 80%؟ تمام. انت عارف ان ده رقم قياسي كبير؟ لا انا واثق منه. ده كبير جدا. الرقم ده في قد ايه المده دي؟ يعني هو بيلعب بقاله قد ايه ووصل للمرحله دي بقاله قد ايه؟ سنتين. من سنتين هنا في الاكاديميه. تحب تقول ايه مثلا لاهالي اللعيبه كلهم؟ يعني لو حد مثلا محتار يودي ابنه فين تقول له ايه؟ والله انا شايف الكابتن احمد يعني ربنا يوفقه، يعني شايفه ممتاز يعني ومهتم يعني نقول برضه نشكره يعني ان جه قطع مسافه كبيره نوصل لقريه زي كده بالظبط عشان يهتم بالظبط. جاي من اسكندريه مخصوص بس عشان يطمن يعني على اللعيبه مسافه كبيره برضه واعتقد انه رايح كمان يعني مسافه ثانيه عشان لسه يعني كتر خيره وبشكره. بيسافر لكل اللعيبه يعني كل اولياء الامور. اي يعني لو بيهتم بابنه وغاوي كره قدم فيعني اوصيه بالكابتن احمد الشوشي. برضو ابن حضرتك لازم يشتغل على نفسه. طبعا احنا بنشتغل اللي عندنا. تمام. وابن حضرتك هو برضو اللي بيقول لنفسه انا هنجح ولا لا ان شاء الله بمجهوده، لان هو حماس حضرتك ليه. طالما هو غاوي ان شاء الله انا عارف انه هيوصل باذن الله. هيوصل مع الكابتن احمد ان شاء الله. واتمنى الكابتن احمد يعمل لنا فرع هنا وان شاء الله ربنا يكرمه هيلاقي لعيبه يمكن احسن من ابني كمان باذن الله. اكيد يا فندم. الله يخليك، انتوا اللي شرفتونا. شكرا. اتعرف باسم حضرتك؟ محمد ابو غنيم ابو فوق. النجم المتالق ابن حضرتك مين؟ اسمه ايه؟ علي محمد ابو غنيم. طيب شركه الشوشي بتسالك ايه رايك لما اشتركت معانا؟ هل حاسس بفرق معين؟ عنده حماس دلوقتي ان هو عاوز يبقى حاجه. ربنا يكرمه. الكابتن احمد الشوشي جاي مخصوص النهارده عشان يطمن على اللعيبه بتوعه. لا والله هو جاي من اسكندريه مخصوص للمحله. فالشوشي مش هدفها ان هي تاخد لعيبه بس، لا دي كمان بتتابعهم. طبعا لان هو يشكر ان هو جاي من اسكندريه لحد مثلا هي المحله عشان يشوف لعيبته ويطمن عليهم ويشوف تمارينهم عامله ايه ويشوف الدنيا عامله ايه بالظبط. وبيتابع كمان اخطائهم، عشان يصلح منها. تمام. تحب تقول حاجه كده للاهالي الناس اللي ما اشتركتش بس تحب توجه لهم رساله لو هم بيلعبوا في والله ان الشوشي يعني راجل محترم ويعني كويس وربنا يصلح حاله ويوفقه مع الناس كلها يعني باذن الله. شكرا لحضرتك. اسمك ايه؟ ابراهيم. مواليد كام؟ 2011. 2011. ايه رايك في شركه الشوشي؟ تمام. مبسوط معانا؟ بتتمرن كويس؟ بتشتغل على نفسك؟ انت حارس مرمى صح كده؟ عايز تقول حاجه لاصحابك؟ شركه الشوشي تقول لهم ايه؟ اقول لهم اللي هي شركه حلوه واشتغل على نفسك كتير عشان توصلوا للحلم. يعني لازم يشتغل على نفسه ما يعتمدش على حد بس. يعني النجاح اصلا يعتمد على ربنا على اللاعب بالظبط. ده ربنا طبعا وبعدين على اللاعب صح؟ تعالى جيت في الكاميرا. اسمك ايه؟ يلا. ها؟ محمد. مواليد كام؟ 2012. 2012. بالك قد ايه بتلعب؟ سنتين. مبسوط مع احمد الشوشي؟ تمام. حلوه. تمام. عايز تقول حاجه لاصحابك؟ مش عايز؟
يعني مثلا ممكن تقول لهم انتوا لو بتلعبوا في مكان تاني هنا احسن او هناك احسن، انت شايف ان هنا في استفاده ليك صح؟ بتتمرن كويس صح كده؟ ماشي بالتوفيق. عبد الله مواليد كام؟ 2015. ايه 2015. انت صغنن قوي. قول لي نفسك تطلع شبه مين؟ محمد صلاح. واو. ايه رايك في تمرينات كابتن احمد الشوشي؟ تمام. انت عارف ان هو جاي لك النهارده مخصوص من اسكندريه عشان يبص عليك وعلى اللعيبه كلهم اصحابك، عشان لو في اي اخطاء كده يبتدي يتابعكوا صح؟ تمام. اسمك ايه؟ اياد. لا علي صوتك. ايه ده احنا نايمين ليه مش اكلين؟ اياد مواليد كام اياد؟ 2012. 2012. قولي لو انت بتتمرن كويس، شكلك كده عايز تاكل هفتان. بتلعب جيم؟ طب بتلعب تمارين؟ بتلعب؟ صوتك مش طالع. تمام. تحب تقول حاجه لاصحابك؟ اللي هم يبقوا لهم مستقبل عالي ونهتم ببعض. نهتم بتماريننا صح؟ عشان نطلع زي ايه اللعيبه القويه. اسمك ايه؟ علي. علي مواليد كام يا علي؟ 2013. 2013. بقالك قد ايه بتلعب هنا في الاكاديميه؟ بقالنا دي سنة كده. سنة وحاجة. سنه. تحب تقول حاجه لشركه كابتن احمد الشوشي؟ ايوه هو انت عارف ان هو جاي لك النهارده مخصوص عشان يطمن عليك ويشوف اللعيبه صح؟ يعني هو يجي يمرنا ونلعب حلو. هو جاي يطمن عليكم يشوفكم بتتمرنوا ازاي. هو جاي من مكان بعيد وجاي لنا عشان يشوفنا كتير. ونلعب كويس يعني، ولنا مستقبل كبير نلعب بره كده في الانديه. ايوه طبعا. لو انت اجتهدت على نفسك كابتن احمد الشوشي هيطلعك تلعب مع انديه كبيره، فلازم نتمرن كويس صح؟ صح كده؟ محمود مواليد كام؟ 2010. 2010. انت مكسوف ولا ايه؟ لا مش مكسوف ولا ده انت جميل اهو زي الفل. بالك قد ايه بتتمرن هنا مع كابتن احمد حاجه. الشوشي؟ 8 شهور. 8 شهور. حاسس بفرق ايوه حاسس بفرق كبير. صح؟ بلياقه بدنيه قبل اللعب صح؟ تعرف كابتن احمد الشوشي اصلا ايه تعليماته للاعب؟ لا الصراحه عشان ما اعرفش، لسه ما كابتن احمد الشوشي تعليماته الاساسيه للاعب بتاعه انه يجتهد ويتمرن على نفسه، يعني لازم يتعب عشان يتعب ويطلع زي اللعيبه الكبار. عشان يطلع زي اللعيبه الكبار. عايز تطلع شبه مين؟ شبه فان دايك. بالتوفيق. عبد العزيز محمد الحارث. عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه وداخل على 12. تمام. بتلعب هنا بقالك قد ايه في الاكاديميه؟ سنه او مبسوط من تمرينات كابتن احمد الشوشي؟ مبسوط؟ انت عارف انه جاي لك مخصوص النهارده عشان يطمن على اللعب بتاعك ويشوف وصلت لايه؟ عارف كده؟ طيب ممكن نشكره على الهواء ولا؟ نشكره طبعا، وان هو اجتهد لنا علشان عايزنا يعني نطلع حاجه كبيره، نوصل لحاجه اعلى. تحب تقول حاجه للعيبه اللي ما اشتركوش في اي حته بس نفسهم يلعبوا كوره؟ تحب تقول لهم حاجه؟ اقول لهم اللي بيلعبوا كوره لهم ميزات مخصصه، وهم الكباتن ممكن يساعدوهم على ان هم يحققوا حلمهم. طيب يعني ما تقول لهمش ان هم يجوا يشتركوا يلعبوا معاك؟ يجوا مع شركه احمد الشوشي ان شاء الله صح كده، عشان يطلعوا ايه لعيبه كبيره ومتالقين ونجوم ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق.